من لاعبات البينك ووريرز النهارده احنا ابتدينا معاها الانترفيو ده قبل الماتش. مروه مجدي، ازيك يا مروه؟ تمام الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. عارف ان احنا دلوقتي خلاص دقايق بسيطه قبل الورم اب وقبل المباراه، فيعني حابب اعرف انت ايه بقى شعورك النهارده وانتوا بتلعبوا، بتعملوا حاجه مختلفه، انتوا اول بنات يلعبوا مباراه دوليه في افريقيا والشرق الاوسط في الامريكان فوتبول. تمام. هو احنا لعبنا ماتشات كتير قوي، فخلاص احنا الحمد لله يعني عدينا مرحله ان احنا نبقى متوترين قبل الماتش وكده. احنا اتمرنا كتير قوي عشان الماتش ده، كنا بنتمرن 5 ايام في الاسبوع، وساعات كنا بننزل يوم كمان نتمرن مع نفسنا. فاحنا اتمرنا كتير واحنا حاسين ان احنا جاهزين قوي، وان شاء الله هنلعب كويس وهنكسب. لعبتوا مباريات كتير بس تهيألي كلها كانت ما بين فرق جوه مصر، يعني هو مع الفرق اللي جوه مصر. تهيألي حته لما يبقى في تيم جاي من بره دي برضو بتفرق، يعني اللي هو الواحد بيبقى مبسوط وهو بيلعب. هي حاجة محمسة أكتر أكيد عن أي ماتش تاني. فإحنا زي ما قلت لك إحنا كنا بنتمرن كتير قوي. إحنا لعبنا السنة اللي فاتت في شهر 11 كان في ليج في 3 تيمز إحنا كنا منهم. فالسنة دي الكومبيتيشن هتبقى أكتر وأكبر، وفي تيمز بقينا دبل النمبر بتاع التيمز غالبا. وبالنسبة ان ده أول ماتش انترناشونال واحنا نلعبه، فدي حاجة بالنسبة لنا كبيرة قوي.